ما موقف الشيعة من نبينا؟ هل ترونه أشرف خلق الله؟ وهل ترونه معصوما عن الخطأ؟ جميل. طبعا عقيدتنا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله، وهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، فلا يوجد خلق من خلق الله أفضل منه ولا يدانيه أحد في الفضل. أما عقيدتنا في عصمته فالسنة يعتبروها غلو. نحن نعتقد أن النبي معصوم من الخطأ، بمعنى لا يفعل الذنب كبير الكبائر ولا يفعل الصغائر، بل لا يفعل المكروه. هوني نضطر نوقف. بل لا، خليني أكمل ثم وقفت. بل لا يترك المستحب، بل لا يخطئ حتى في القضايا العامة، بل هو معصوم حتى من السهو والنسيان. فهو أكمل الخلق على الإطلاق، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. هذه عقيدتنا التي ندين الله بها في النبي صلى الله عليه وآله. وتفضل وقفت. قلت لي حتى الصغائر لا مستحيل. أي. عبس وتولى. احنا خلينا نحلل له تحليل بغض النظر من المقصود. عبس وتولى. عبس يعني كشر، تولى يعني أنا أعبس وأتولى عنك أترك. أن جاءه الأعمى، يعني جاءه أعمى فكيف واجهه؟ عبس في وجهه، أولا عبس في وجهه ثم تولى عنه، يعني خلاه مشى. وهذه صارت لا، بغض النظر الآن الشخص المقصود بالآية عبس وتولى أن جاءه العملة اللي عملها. وما يدريك كذا الآية، الوصف الآخر لهذا الشخص. أما من استغنى فأنت له تصدى. الناس اللي عندها فلوس وعندها جاه أنت تمشي وتقعد معاه مش تهديه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا الفقير اللي جاك فأنت عنه تلاها. هذا الشخص اللي تتحدث عنه السورة جاء فقير كشر في وجهه وتولى عنه. وهذا الشخص طبيعته كي يجيه إنسان ضعيف ويجيه إنسان محتاج يطفيه بتعبير التونسي وما يتلهش به. وكي يجيه واحد غني وعنده سلطة فأما من استغنى وأما من استغنى فأنت له تصد، يقعد بحذاه ويقضي معاه وقت طويل. سؤال، هذه الصفات أنا أسألك الآن، هل تقبل أنها صفات رسول الله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ أنا بديت نخرج من الصورة ومخي صرح من اللي قلت لي الرسول كيجي إنسان محتاج ما يتلهش بيه مش الرسول المقصود من السورة. هذه الصورة تصور الشخص المقصود إنه إنسان كيجي واحد فقير يخليه يمشي. عبس وتولى. عبس وتولى ما تقالتش على الرسول. لا، تو الآية ما قالتش، هي السورة ما قالتش تتحدث على شكون. احنا قريناها تحكي على الرسول. أسباب نزول ذيك السورة تحدثنا عن شخص بهذه المواصفات. مواصفاته كيجي فقير يعبس في وجهه يتولى عليه يخليه، وكيجي واحد أغني يتصدى له ويعطي معه وقت. معنى هذه الحكاية ما تقالش على الرسول. أعطينا بغض النظر أنت تقبل هذه في الرسول؟ لا بصراحة ما تقبلهاش. خاطر الرسول ربي يقول عليه وإنك لعلى خلق عظيم. معناها عبس وتولى ما تقالتش على الرسول. يستحيل أن تكون في الرسول. والرسول الذي يكون بهذه المواصفات لا يستحق أن يصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم. مشيش، هذه طعن في رسول الله. من الروايات اللي تعرفها أنت؟ نحن طبعا في روايات أهل البيت أن هذه الآية سورة عبسة نزلت في رجل من بني أمية وهو عثمان. المقصود بهذه المواصفات هو عثمان بن عفان. قناة تغيير مود.